في شخص طالع لي على الانستا من زمان كتير وكتير كنت متردد اني اعمل عليه فيديو لانه ما بعرف شو بدي احكي عليه، بس بهذا الفيديو راح تسمعوني كل شوي عم بحكي الله يحسن كبرتنا. يعني انا ما بعرف شو عم يعمل. هلا راح ورجيكم فيديوهات له قسما بالله لك، وفوقها كمان بخوف. يعني فوق ما عم يعمل بحاله هاي الشغلات فوقها كمان بخوف العالم. عن جد تخيل انت هيك الدنيا عتمه ومتسطح بالتخت ومطفي كل الاضويه وعم تقلب بريلزات وفجاه يطلع لك هو قسما بالله لحتى تعملها تحتك. اليوم جاي لكم يا جماعة الخير فيديو جديد عن شخص هلا رح نعمل عليه ردة فعل. بس مبدئيا يعني شفتوا في كرسي جديد وهلا هيك يعني متغير. اوكي ما مهم، خلينا نكمل الفيديو. فاللي مو حاط لايك حط لايك، خلينا نوصل الفيديو لعدد لايكات كتير، خلينا نشوف العالم قديش بتحب فيديوهات الانتقاد. واللي مو مشترك بالقناة اشترك بالقناة، وشكرا على 150 ألف مشترك. وبس حساباتي بتوصل جماعة تلاقوها كمان كلياتها بالوصف. وخلينا نبلش بالفيديو. شو عم تعمل حبيبي؟ شو عم تعمل اخوي؟ طبعا هذا الفيديو يعني قاعد زلمه عادي لسه، هذا الشيء ولا شيء يعني من اللي رح تشوفوه هلا بعد شوي. قاعد وضامن مرجع على بعض عم يعمل لي هيك ايش هالحركه هي؟ طبعا هذا الشخص اظن ايراني، ما بعرف من وين، بس انه الاحرف اللي عم يكتبها بالفيديوهات هي عربيه، فما بعرف فارسي، ما بعرف وين هو، بس مو عربي يعني الكلام لو عربي كنت فهمته. بس انا عن جد يعني عم بساله انه شو المحتوى تبعك يعني، ولقوا في كتير في مشاهدات. يعني اظن هلا اغلبكم بيعرف هذا الشخص، يعني كتير جايبين الفيديوهات تبعه مشاهدات. يعني الفيديو اللي ورجيتكم اياه هلا جايب 1,200,000 لايك مو مشاهده. يعني متخيلين قديش المشاهدات انتو؟ خلينا نشوف فيديو تاني هلا ورجيكم يعني شو بده ما بعرف شو بده يوصل الزلمه. خلينا نشوف مع بعض شو بده يوصل الزلمه. قسما بالله خايف اليوتيوب يصنفني هذا الفيديو كفيديو زائد 18 او فيديو مرعب. شو شو عم تعمل؟ يا زلمه شلون هيك بيثبت الكاميرا بحيث يطلع وشه ويطلع بس هيك اصابع ايديه واصابع رجليه، بتحسه كائن ما بعرف من اي كوكب جاي. لو هو كمان كاتب بالوصف تبعه انه هو هذا تمثيلي، وهو اصلا عم يعمل هذا الرعب الفردي يعني لحاله. يعني هو ما في شيء بمخه، هو هذا تمثيل عم يعمل، كل الشغلات هي تمثيليه. يعني زي هيك التمثيل يعني شو بده يحكي الواحد؟ والله العظيم ما بعرف. انا بس بدي افهم العالم اللي بتوصل لمرحله تعمل بحالها هيك شيء بغرض التمثيل، يعني انه شو بتستفاد يا زلمه؟ لك ما في بالانستا ما في مصاري. انا بس بدي افهم العالم اللي بتعمل حالها مسخره على الانستا شو بتستفاد؟ لك ما في مصاري بالانستا يا زلمه. يا اخي اوكي التيك توك اوكي الفيديوهات كمان يعني في بلدان فيها مصاري يا سيدي، اقول على التيك توك اوكي في عالم بتبيع حالها مشان المصاري ومشان اللايفات والدعم وهيك تمام يا اخي تفهمنا. بس على الانستا لك ما في دعم يا زلمه. لك شو بتعملوا بالانستا؟ ليش بتعملوا بحالكم هيك اذا ما في دعم؟ يعني على الانستا ما بيعطيك مصاري على المشاهدات وعلى الصفحه اوكي، بالاعلانات وما اعلانات تمام، وفي بعض الوسائل كتير قليله العالم تستخدمها انه تجيب لك مصاري. ليش الانسان بتوصل معه المرحله يعمل حاله لهالدرجه يعني بدون مقابل؟ يعني شو بتستفاد انت؟ شو بتستفاد؟ معقول عم يجيك مثلا بالشهر اعلانين يعني بالكتير، ومنرجع على هيك محتوى بيجيك اعلانات انت؟ والله طلعوا هلا هيك رح اورجيكم كمان فيديوهات. يعني عن جد في فيديوهات كتير طالع فيها مقرف، مو انه بخوف ومرعب وتمثيل مثل ما هو عم يقول، لا عن جد طالع كتير مقرف. يعني قسم بالله لا الحمد لله انه انا قبل ما اصور هذا الفيديو اكلت، لانه لو مو اكل والله العظيم هلا انسدت نفسي يمكن لبعد 4-5 ساعات ما اكل. يا زلمه شلون بيحرك ايديه؟ شلون بيحرك ايديه هيك؟ شوف راح اورجيكم هلا فيديو في واحد جايب له لبوبو، هاي اللعبه اللي ما بعرف شو الترند اللي طلع عليها. المهم في واحد جايب له لبوبو، خلينا نشوف ردة فعله. لك حتى بالشارع يعني هو مو بس بالبيت هيك، لا تمثيله الخارق واللي كتير هيك بينسجم بالشخصيه، حتى بالشارع بيمثل كمان تمثيل. ها يعني مو اي شخصيته، مو هذا هو مجنون ومقرف وفاصل، لا هذا تمثيل، هو كاتب انه هو ممثل. يا زلمه والله العظيم بخجل، والله العظيم يا زلمه تخيل واحد هيك بالشارع عم يعمل وعالم عم تطلع عليه. يا زلمه شوف دقنك لهون واصله يا زلمه، لك احترم دقنك يا زلمه، احترم حالك. عن جد شو المرحله اللي بيوصل لها الانسان لحتى يعمل بحاله هيك شيء؟ يا زلمه اقسم بالله طلعوا على مزرعه شو عم يفتح هيك تمه ويحول عيونه. لك في عالم بالشارع يا اخي عمول هذا محتوى بالبيت.
يعني حتى هو بالبيت غلط، العالم هدول نفسه بالشارع عم يشوفوك، بس اقل شيء ما عم يشوفوا هيك لايف يعني مباشر قدامهم. شوف نظرات العالم عليه شلون، مشان لابوبو لابوبو. انا بدي افهم لابوبو شو عمل بالعالم، قسما بالله ما بعرف. يعني هو لعبه يعني بالاخر لعبه، يعني ما بعرف شو الشيء المميز فيه لحتى العالم لهالدرجه هيك منجلها عليه. اقسم بالله شوفوا راح افرجيكم الصور، والله العظيم بدون مبالغه قسما بالله قلبت معدتي. يعني شو الصور، قسما بالله يعني عن جد قلبت معدتي والله العظيم. يا زلمه شو المحتوى هذا؟ يعني شلون الواحد فينه يتقبل؟ شلون انت عم ترجع تشوف محتوى تبعك عم تنشره؟ شو بدك تحكي له؟ وحاط كمان موسيقى حزينه تبعي انه هو حاله انسانيه يعني، ومبسوط هو بهي الحاله اللي فايت فيها والعالم عم تطلع عليه فيها. يعني تخيلوا هذا الفيديو اللي عامله مو جايب غير 700 لايك، يعني انه انت شو استفدت هلا يعني؟ اخي انا ما عم بقول العالم تروح تبيع حالها مشان المصاري، بس اقلش يعني انت واصل هاي المرحله، طبعا مو شيء يعني مقابل تاخذ منه دخل. يعني انا والله العظيم ما عم بقول للعالم انه روحوا بيعوا حالكم مشان المصاري، بس انه عم تعمل طب خذ مصاري عليهم على هالمسخره اللي عم تنشرها. ترى هذا الانسان كثير مميز، يعني انا ولا بعمري شايف واحد ناشر هيك محتوى. عن جد المحتوى تبعه كثير مميز، ما في حدا ناشره من قبل. يمكن هذا الشيء الوحيد اللي خلى الفيديوهات تبعه تضرب، انه شيء غريب يعني ما في انسان يمكن يعني قد ما كان هيك مستواه دنيء لحتى يوصل يعمل هالمحتوى بحياته. يعني ما في، يعني ما بحياتي ما شفت انسان واصل هالمرحله وعامل هيك محتوى. طيب انه اوكي بعدين يعني هلا انت، انا بدي اتخيل انه انا عم بعمل فيديو تبعك، ما بدي اعمل حركات بوش الالعاب تروح تاخذ لي تسجيلات على الفيديو هذا، بس المهم يعني انه عم بعمل هيك فرضه، يعني عم بعمل نفسه بعد ما خلص الفيديو، بعد ما يوصلني اشعار انه يطلع صوتي بالفيديو انه خلص الفيديو. انت لما بدك تصور فيديو تيك توك بيحط لك 15 ثانيه، بعد ما تخلص ال 15 ثانيه تلقائيا الفيديو بيوقف. فانا قاعد عم بعمل هيك، بعدين خلص الفيديو انه انا بتطلع بالكاميرا هيك وبصير بقعد بتضحك، يعني انه انا انه عملت الفيديو اللي انا بدي اياه. انا بس بدي اشوف هي اللحظه بعد ما ينتهي الفيديو هو عم ينشره شو عم يعمل. هل هو هيك قاعد وانه هلا العالم شو راح تحكي لي وقديش ممثل عظيم وقديشني فنان رائع ومدري شو. فعلا التعليقات هيك، في عالم فاكرينه عربي وعم تكتب له بالتعليقات انه محتواك عظيم وانت ممثل عظيم. ما بعرف عم تمسخر عليه ولا عن جد عم تحكي له، والله ما بعرف. بس يعني اوكي افترضنا مثلا اجى مشهد لممثل او مسلسل كامل لممثل يعني وادى هيك دور، يعني انه منقولي يعني ما بعرف شو بدي احكي له. بس يا اخي هداك مسلسل، انت مالك عامل صفحتك كلياتها بنفس الدور. يعني انت ما نشرت فيديو مثلا عن هذا المحتوى وبعدين انه فيديو تاني عم تعمل الشخصيه تانية، لا انت كل محتواك بنفس الشخصيه. هذا الدليل انه انت هيك، يعني انت ما عم تمثل، انت بهي الشخصيه، يعني هي الشخصيه فايته فيك. لا تقنع حالك حبيبي، لا تقنع حالك انك عم تمثل، انت ما عم تمثل، انت هو هذا الشخص. انا الحمد لله انه هذا الشخص ما يفهم علي، يعني قد ما حكيت هلا لا فيها لا جبر خاطر ولا فيها كسر خاطر ولا فيها شيء، فاحكي الواحد خليه يحكي اللي بده اياه. برو وات ذا شو هاد نزلت لتعجل الفيديوهات. هذا انسان يا جماعة الخير لازم تلحقوه، العالم اللي ساكنه بالبلد اللي هو منه لازم يلحقوه. هذا اكيد الوحدة هيك عملت فيه، خلته فاصل مجن الزلمة. شو هاد يا زلمة؟ ليك الصور، قسم بالله لك الصور، لك شو هاد؟ عن جد تشوفوا هذا الانسان
طبعا 100% انا بقول انه هو انسان وحيد ساكن لحاله، ما من النوع اللي بيطلع ما بشوف العالم. فانا بشوف هي النوعيات فيها طرفين، طرف بيكون هذا اللي بيكون كتير انه بالبيت وما بيطلع لبرا، وفعلا بيوصل لهي المرحله اللي بيكون كتير منعزل فيها، حتى ببين على منظره. يعني بحس هدول الاشخاص اغلبهم بيبدعوا بحياتهم، بيكونوا عم يسووا شيء مثلا او بيتعلموا شيء هيك من كتر ما هن قاعدين لحالهم، رح يبدعوا فيه بالمستقبل. او الانسان ممكن يصير مثل هذا الشخص، فانتوا لا كتير تنعزلوا مشان ما تصير مثل هذا الشخص. يعني لا كتير تضمن حالك اذا انعزلت وهيك انه انت رح تصير انسان عالم وانسان نادر بالحياه، انك كتير قعدت مع حالك وفهمت حالك وعملت انجاز ما حدا عامله بالعالم. لا، انت ما ممكن تكون هيك، انت فعلا ممكن تكون مثل هذا الانسان وتقلب يعني يصير فيك وشه براسك. نشوفوا منظر دانه كل شيء بيدل انه هو انسان ما بيحب يطلع يشوف العالم. يعني هذا مو منظر دان تروح تقابل فيه العالم. وما بظن الانسان قد ما كان جريء يكون بينشر هيك فيديوهات وبعدين يطلع يقابل العالم. مستحيل الانسان لهالدرجه يكون جريء. اظن هذا يعني مقفعه معه من الحياه، مقفعه معه من العالم، فانه عم ينشر اللي بده اياه لرجله يعني. بس انه هيك انه عنده جيران وعنده رفقات والله حيو اب محمد اب خالد اب شريف مدري شو، لا ما في هيك. ما يعني هذا الانسان ما بظن عنده هاي الشغلات، او عنده اصدقاء وعنده هيك الدكنجي تحت بالبيت. مستحيل. هذا انسان قاعد بالبيت، حتى يمكن لما يطلع بيحط قناع. فصلت الكاميرا وما بعرف شلون صارت وين صارت، غير مكانها يمكن. المهم خلينا نكمل فيديوهات هذا الفنان. شو اسمه هذا الدور؟ شو اسمه؟ دور الصرصور يعني؟ شو اسمه هذا؟ يعني هل انت طلب منك انك تعمل دور وعرضوا عليك دور الصرصور وانت وافقت؟ يعني شو هالدور هذا؟ يعني انا بدي امشي معك انه هي الفيديوهات اللي عم تعملها كلياتها تمثيل، ما بدي اقول انك عم تعمل حالك مسخره قدام العالم، لا تمثيل. هذا الدور شو اخذه؟ دور الصرصور يعني شو اخذه؟ يعني والله شيلوكم من الفيديوهات انه مسخره وضحك وهيك، عن جد كثير مقرف، عن جد قلبت معدتي. يعني ما بعرف انا، تخيلوا واحد مثلا يكون هلا هذا الانسان مثلا افترضنا عربي، هو مو عربي، تخيلوا عم يشوف واحد عم يعمل عليه فيديو عم يقول له انه انت مقرف وقلبت معدتي منك، من منظرك، من فيديوهاتك. يعني قديش الانسان رح يحس حاله هيك؟ يمكن ما يحس هذا يعني حتى لو بيفهم عربي، يعني اللي عنده جرأة ينشر هيك فيديوهات ما رح يأثر معه هيك كلام. بس عن جد اول مره قسما بالله هيك بتطلع على انسان وبتفرج على فيديوهاته وبتقلب معدتي من المحتوى اللي عم يعمله. يعني ما بدي اقول منه، مع انه هو اللي عم يعمل هذا الشيء بحاله. فما بعرف والله عن جد، بس الله يحسن كبرتنا. ما بدي احكي ولا شيء، بس الله يحسن كبرتنا وما يوصل انسان بحياته لهي المرحله، لانه عن جد كتير 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 انت مسخره، يعني يو ار فيري مسخره. فبس يا جماعه الخير هون بكون وصلنا هذا الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك، خلينا نوصل الفيديو لاكثر من 5000 لايك. واللي مو مشترك بقناتي اشترك بقناتي، خلينا نوصل لل 200,000 مشترك. واخر فتره الدعم كتير نازل، يعني انتم شايفين على الفيديوهات اللي عم ننشرها كلياتها، يعني مع انه كثير كنت عم نوع. بعرف هذا الفيديو كثير عم تغير مكان الكاميرا، وحتى الكاميرا كمان هيك محطوطه عالي، يعني غير عن الفيديوهات انتم متعودين تكونوا واطيه. لكن ما بعرف يعني انه هيك مثل تغيير، حتى لابس كمان طاقيه يمكن عيوني بالفيديو كلياتهم مو مبينين. وبعرف صار لي يمكن شي 4 ايام مو ناشر على القناه، مع انه هو هذا الشيء العادي عند اليوتيوبرز بشكل عام، يعني انه كل 3 ايام 4 ايام فيديو. بس انا بعرف انه انا معودكم كل يومين فيديو. لكن انا قلت لكم يعني فعليا وقتي كلياته ما فيني اعطيه لليوتيوب، لانه عندي شغل وعندي مليون شغله ثانيه. فانا لو فعلا انسان يعني ما عندي شيء، ما عندي لا شغل ولا شيء، انا فعلا يعني ممكن توصل لمرحله اني انشر كل يوم فيديو. فيا جماعه الخير اللي مو مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس مشان كل ما يجي فيديو يوصلكم اشعار جديد. يعني اول ما ينتشر فيديو مثلا وصلكم اشعار كلياتكم فتوا على الفيديو، هذا الشيء بيساعد الفيديو اكثر انه يضرب. وغير هيك كمان ساعات المشاهده، يعني انه الواحد يشوف الفيديو كلياته، هذا الشيء كثير بيساعد الفيديو. فبس حسابات التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كمان كلياتها بالوصف. اي فكره تحب انه نشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل، ابعتوا لي اياها على انستا او على التيك توك. او اذا عندكم افكار جديده او افكار غريبه بتحبوا اني اعمل عليها ردة فعل او فيديوهات او اي شيء بيخطر ببالكم، هيك اكتبوا لي تحت بالتعليقات. حرفيا اي شيء ممكن اعمل عليه انا. يعني شايفين انتم بالقناه كل شيء عم ينزل، مع انه كثير كنت عم حاول نوع مثل ما انتم كنتوا عم تطلبوا مني. بس انتم شايفين يعني اخر فيديو يمكن 10,000 لسه مو واصل. كثير الدعم نازل. هذا بس لانه يمكن كثير عم نوع مثل ما انتم عم تطلبوا مني. يعني بدو بتحكوا لي فلوجات، اخر شيء نزلت فلوجات ما حدا شاف الفيديو. فانا تعلمت انه انا ما عاد ارد عليكم. فبس يا جماعه الخير طولت كثير بالحكي. دمتم مدام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.